السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جد في العارضة، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. معكم اسلام سعيد، وإن شاء الله الفيديو دوت هتكلم عن تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. زي ما احنا عارفين إن من يومين ثلاثة كده قدر النادي الأهلي يفوز على النجمة بنتيجة 4 في البطولة العربية، وقبلها قدر يفوز في دور ربع النهائي أمام حورية كوناكري بنتيجة 4 برضه. فبناء على المباراتين دول كان المدير الفني كاردرون كان مثبت التشكيل بنسبة كبيرة، في شوية تغييرات بسيطة بس في مباراة النجمة، وإنما قدام حورية كوناكري كان التشكيل لعب بيه بشكل أساسي. وقدام وفاق سطيف هنختار من التشكيلين دول، أو بناء على التشكيلين دول أمام النجمة وحورية كوناكري هنشوف التشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف في دور نصف نهائي هذه البطولة. طبعا المباراة للتذكير هتبقى يوم الثلاث اللي جاي 2/10/2018 الساعة 9 بتوقيت القاهرة، ودي هتتلعب على استاد الإنتاج الحربي أو ملعب الإنتاج الحربي. اللي هيبقى نبدأ كده التشكيل بشكل سريع. هيبقى في حراسة المرمى يكون محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي الأول. قدامه في قلب الدفاع هو سعد السمير، رجع من إصابة ممكن يلحق المباراة، بس أنا شايف إن المدير الفني معتمد على أيمن أشرف في قلب الدفاع. هنحط أيمن أشرف في قلب الدفاع، جنبه كولوبالي، ناحية اليمين أحمد فتحي، ناحية الشمال علي معلول. في نص الملعب لسه عمرو السولية مصاب، هيبقى في حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان صانع لعب. أما في الأطراف هيكون فيها كلام كتير، يعني اسلام محارب يوم ناحيه الشمال، احمد حمودي ناحيه اليمين اللي فاجئنا في مباراته امام حوريه كوناكري وادى اداء عالي جدا. ويبقى في راس حربه وليد ازارو. بعد الاختلاف هو بس اللي هيتغير، ممكن المدير الفني يبقى ليه وجهه نظر تانية، اسلام محارب يخرج ينزل مؤمن زكريا او صلاح محسن مكان احمد حمودي، بس بنسبه كبيره يبقى احمد حمودي اسلام محارب. ده التشكيل النادي الاهلي اللي انا متوقعه امام حوريه كوناكري امام وفاق سطيف في دور نصف النهائي من هذه البطوله. في النهايه لو الفيديو عجبكم اتمنى منكم تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا اشتراك على القناه، ولو ليكوا اي تعليقات في التشكيل ومن وجهه نظركم اتمنى ان انا اشوفه تحت في التعليقات، وتوقعاتكم لنتيجه المباراه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.